بسم الله وبه بدينا، وعلى نبي رسول الله صلينا. كان حتى كان في أيام زمان قبيلة عامرة بالخيرات وتاجها قصر السلطان. كانت كتسكن لاله الغالية، مرات السلطان وحكيمة القصر، مرا ذكية وكتبغي كل حاجة تكون متيولة على حقها وطريقها، بنت الأكابر على بوها وجدها. ولدها مولاي إدريس شاب زين فارس ومحبوب عند جميع الناس، بغاو يزوجوه، ولكن لاله الغالية ما كانتش باغية أي زواج. وبيني وبينكم راه ولد السلطان والوريث الوحيد ديالو، والسلاطين في داك العهد كانوا كيزوجوا ولادهم العائلات فقط، ما كيدخلوش البراني عليهم. لاله الغالية مرات السيد السلطان بغات عروسة تكون زينة بالعقل، رزينة بالكلام، خفيفة في المشية، ثقيلة في المعنى، واللي تكون ليه سند تحكم بالعقل وتعلم مقامه. الحاصل لاله الغالية قررت دير في كل خميس مجمع على شكل حفلة يحضروا فيه النساء وبنات العائلات الميسورة، وفعلا كل خميس كيتجمعوا يضحكوا ويلعبوا وينشطوا. أما لاله الغالية كتميز بعينيها وتشوف شكون هاد بنت الناس اللي تليق بولدها مولاي إدريس. مرة كتختبرهم في الحيلة والفطنة، ولكن حتى وحدة ما عمرت لها العين رغم الهدايا اللي تيجيبوا ليها، حيت كل وحدة طامعة تكون زوجة لمولاي إدريس وباغية تحكم القصر بلاصة لاله الغالية. وما يخفى عليكم لاله الغالية كانت كتشوف كلشي وساكتة، حتى جا النهار اللي تبدلات فيه كفة الميزان. في القصر كانت خدامة ديما كتخدم بصمت وحشمة سميتها مرجانة، وكانت كتخدم لاله الغالية من سنين. في نهار الخميس مشات مرجانة عند مولاتها وقالت ليها: لاله سمحيلي، نقدر نفتي عليك واحد المسألة، وانتي يا لاله الغالية مولات الري والشوار. نطقات لاله الغالية: قولي يا مرجانة شنو عندك؟ قالت لها مرجانة: علاش لاله ما تحضري قاع بنات القبيلة اللي مدات يدهم للحنة الحفلة الخميس الماجي؟ كاينين بنات الناس اللي ما يهمهم لا مال ولا جاه، الرجانة والتباتة والزين، وعينك ميزانك لاله الغالية، خلي ليا نتكسو في المستور. لاله الغالية سكتت شوية وشدت الكلام في خاطرها، ومن بعد قالت ليها: خليني نفكر في هذا الكلام، واخا ما مقتنعاش بيه، ولدي مولاي إدريس ماشي من أيها الناس، يستاهل الحرة الغرة اللي تعلم قامو. مشات وخلاتها. ايوا من بعد ما تشاورت مع مولاي السلطان رجلها حاكم القبيلة، عيطت عاوتاني على الخدامة ديالها مرجانة وقالت ليها: فكرت في الكلام اللي قلتي ليا، علمي البراح يقول الناس القبيلة الخميس الجاي يتجمعوا البنات كاملين اللي مدات يدهم الحنة في الحفل اللي غيختاروا فيه الزوجة لمولاي إدريس. وفي الغابة ما بعيداش على القبيلة ساكنة ريحانة، بنت يتيمة وزينها على قدها، ولكن عقلها تبارك الله يوزن الذهب، غير ما عندها زهر اللي حطت فيها يدها تعكس ليها حتى حاجة ما كتصدق. وساكنة غا هي وجداتها. وصلهم الخبر وقالت لها جداها: ريحانة بنتي، علاش ما تحضري مع البنات، لعل وعسى تفوزي انتي بين البنات؟ وهي تجاوبها ريحانة بسخرية: جدة الله يهديك، انا فين ومولاي إدريس فين؟ خلي قاع بنات القاع والباع ويشوف جهتي انا اللي ما عندي حتى ما نلبس، عباية وحدة سنلبس فيها حتى كترشى. مسحات على كتفها جدها وهي مبتسمة وقالت ليها: إلا كنت عزيزة عليك بنتي سيري حضري وخليني أنا نتكلف بالقفطة اللي غتلبسي. ايوا وصل اليوم المعلوم، وكل وحدة في بنات القبيلة لبست أحسن ما عندها وتعطرات وخرجت جهة القصر. وريحانة عطاتها جدتها القفطة اللي كانت مخبية ليها تلبسو نهار عرسها، وقالت ليها: ريحانة بنتي، وخا لباسك لباس بسيط، خلي عقلك ورزانتك تاج فوق راسك،
وفعلا نهار الخميس حضرت ريحانة فحال باقي البنات، كل وحدة مزينة بأحسن ما عندها، وريحانة لابسها بسيط ولكن وجهها منور بالحياء ومشيتها رزينة بحال نغمة من أهازيج القبيلة. ضحكوا ولعبوا وكل وحدة كتشكر فراسها وفي لباسها وتقول هذا نهاري. إلا ريحانة متبتة وجالسة كتشوف وهي حشمانة ما كرهات الأرض تشق وتبلعها، تا وحدة من البنات ما بغات تقرب ليها. في النهاية د الحفل دخلت لاله الغالية وسط البنات ومعها مرجانة كيف ضلها فين ما مشات تبعها. قالت لاله الغالية: مرجانة جبدي دوك الكموسات د الحنة وفرقيها على البنات، كل وحدة تدي كموسة معاها. البنات هاديك راه الحنة دقوها وخلطوها بماء الورد وحنيو بها يدياتكم، والخميس الجاي ان شاء الله نشوفوا النقش الزين واللي حنتها طالعه منوره تكون عروسة ولدي مولاي إدريس. دوات مرجانة وقالت: البنات كل وحدة تكلف بشغلها بنفسها، عملوا اللي قالت لكم لاله الغالية، ما تزيدوا ما تنقشوا. البنات خداو الكموسة ومشاو فرحانات، ولكن عينهم مازال كتلمع بالحيلة. كل وحدة عطات الكموسة لخدامتها تقاد ليها الحنة وتوجد ليها النقش. ايوا حزموني ورزموني ولا تعولوش عليا. اما ريحانة جمعت راسها دخلت للبيت فتحت الكموسة نقات الوريقات بيديها دقاتهم في المهراز وخلطتهم بهاد الورد. جا نهار الخميس اليوم المعلوم، البنات كلهم نقشات وكل وحدة حنتها كتشقشق، وفيهم اللي جابت نقاشة من الصحراء، فيهم اللي دارت حنة من النقش الهندي، كل وحدة دارت. أما ريحانة حنتها ما فيها لا لون ولا ريحة، عينيها غرغرو بالدموع. وعيلي كيفاش البنات حنتهم كتحمق وانا حنتي بحال زهري. بقات كتسل بين البنات وبغات تخرج قبل ما تزيد تحرج بيناتهم. لاله الغالية دخلات وسكات نزل على الصالة، مشات من بنت لبنت كتشوف الحنة في كفوفهم وتبتسم. واحد شوية لاله الغالية لاحت عينها على ريحانة، شافتها بغات تسل وتخرج، امرات مرجانة تعيط ليها. ما حسات ريحانة حتى وقفت عليها مرجانة وقالت ليها: تكلمي، لاله الغالية كتناديك بنتي. جاوبتها ريحانة وهي حشمانة ومرتبكة: خليني نمشي، خليني نمشي، راه ما بقى عندي وجه اللي يقابل لاله الغالية. ومدات يديها قالت ليها: شوفي يديا ما صبغاتش فيهم الحنة. ضحكات مرجانة وجاوبتها: واخا زيدي قدامي وسكتي يا لاله الغالية كتسناك. لاله الغالية نطقات: وبنتي مالك ما دايره الحنة؟ جاوبتها ريحانة بصوت خفيف ولكن فيه النية: لاله مرات سيدي والله لا درت كاع اللي قلتي ليا، ما زدت ما نقصت لاله الغالية، غير زهري اللي ديما معكس ليا ومحنتني. وهي تبدا تبكي. لاله الغالية ضحكات حتى دموعها خرجوا وقالت ليها: الله يرضي عليك يا بنتي ريحانة ويكتر من متالك، راه الوريقات ماشي حنة، كانت غير شي وريقات ديال واحد الشجرة كتشبه الحنة وحطيتها نشوف شكون اللي غادي يخدم بنيته ماشي يخدم بالحيلة. كلشي سمع الكلام ديال لاله الغالية وكلشي البنات بقاو مسمرين في مكانهم. اش هاد الفضيحة، الله يا ربي فين غنديرو وجهنا. قدام كل البنات وقفت لاله الغالية وقالت: العروسة اللي قلبت عليها لقيتها اليوم، ماشي وسط الذهب ولكن وسط الصدق والنية. ريحانة من اليوم غادي تولي نورت هاد القصر، مرت مولاي إدريس ولدي، والله فرقنا بلا ذنوب. وخرجت من القاعة خلات كل شي مصدوم من القرار ديالها. وتزوجات ريحانة مولاي إدريس اللي كان فرحان بها، وعاشوا في تبات ونبات وزهات ايامهم بالصبيان والبنات. ومشات قسطي من واد لواد حتى تلقات مع الناس الجواد.